ليه بالغالي تشتريه لما ممكن بمكونات بسيطة في البيت تعمليه؟ مين فينا ما كانش بيتخانق عليه؟ معشوق الجماهير، الملبن الأحمر أو الدومية. قوليلي كنت بتتخانقي مع مين عليه؟ طبعا بطل علبة حلاوة المولد. هنعمله النهاردة في البيت بمكونات بسيطة وسهلة جدا، مكونات اقتصادية ومش هيكلفك نص التمن اللي بنشتريه بيه من برا. علشان نشوف عملنا الملبن القمر ده ازاي، تابعوا معايا الفيديو للآخر. وقبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنسينيش باللايك والشير. ولو بتشوفيني من على الفيس ما تنسيش تعملي لي متابعة للصفحة، ولو من على اليوتيوب ما تنسيش تعملي لي اشتراك للقناة. شايفين الملبن بيتكلم، طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها، وشايفين قد ايه جميل ومتماسك، وشايفين المطة الجميلة بتاعت الملبن ده. هنعملها النهاردة مع بعض بتركات وتفاصيل بسيطة جدا جدا. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الملبن القمر ده ازاي. اول حاجة بنحضر القالب اللي احنا هنشتغل فيه، بندهنه بالزيت وبنبطنه بورق زبدة او كيس حراري على حسب اللي موجود عندنا. حضرنا القالب بتاعنا، دلوقتي هنشتغل في الملبن. عندي تلت كوباية من المية، بضيف عليها كيس جيلي فراولة، وبضيف كمان عليها 3 معالق كبار من الجيلاتين. الجيلاتين ده بيتباع عند اي حد من بتاع مستلزمات الحلواني، وكمان بيتباع عند اي حد من العطارين. بضيف الثلاث معالق جيلاتين بالشكل اللي احنا شايفينه، بيعملوا تقريبا حوالي 15 جرام. كمان بضيف عليهم معلقة كبيرة من ماء الورد، لو مش موجود عندك ضيفي فانيليا. وهبدأ ان انا اقلب المكونات بالشكل اللي احنا شايفينه لحد ما يدوب الجيلاتين والجيلي كويس جدا في المية. بقلب كويس بالشكل اللي احنا شايفينه. بركن كده الخليط على جنب، ودلوقتي هجيب حوالي معلقتين من المية، وبرضو مية عادية من الحنفية، وبنزل عليها بربع معلقة صغيرة ممسوحة من ملح الليمون بما يعادل 1 جرام من ملح الليمون. بقلب لحد الملح ما يدوب تماما. لو مش موجود عندك ملح ليمون حطي نص عصرة من الليمون. بجيب الحلة اللي انا هشتغل فيها، وبنزل بكوبايتين من السكر وكوباية كبيرة من النشا. الكوباية اللي بنعير بيها هنستخدمها لكل المقادير. وكمان هبدأ ان انا اضيف عليهم كوبايتين ونص من المية، والمية برضو عادية من الحنفية. بقلب المكونات زي ما احنا شايفين كده على البارد لحد ما احس ان السكر والنشا دابوا في المية اللي عندي. بنقلب كده بمضرب يدوي بالشكل اللي احنا شايفينه، او بمعلقة خشبية. وطبعا انا لسه ما رفعتش الخليط على النار. دلوقتي هنبدأ نرفع الخليط بتاعنا على النار، وفي الاول النار بتبقى عالية لحد ما يبدأ الخليط في الغليان، وبعد كده بنبدأ ان احنا نهدي النار. وطبعا ايدك فيه بتقلبي باستمرار علشان النشا ما تكتلش معانا. بمجرد ما يبدأ يغلي هنحس ان هو بدأ يتقل معانا، بنستغنى عن المضرب وبنستخدم معلقة خشبية. وفي الوقت دوت ببدأ ان انا انزل ب125 جرام من عسل الجلوكوز، او بما يعادل نص كوباية من عسل الجلوكوز. لو مش موجود عندك ممكن تستبدليها بعسل ابيض. وبفضل اقلب في الخليط بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا من مرحلة للتانية هنحس كل وقت كده ان الخليط بدأ يتقل واللون بتاعه بدأ يتغير. اول ما نوصل للسمك او القوام اللي احنا شايفينه، شايفين قد ايه الخليط بتاعنا تقل. دلوقتي هنبدأ ننزل بملح الليمون اللي احنا كنا دوبناه في المية، وهنفضل نقلب كويس جدا على طبعا نار هادية جدا جدا. الوقت بتاع الملبن الاحمر بياخد بالظبط ساعة ونص منك على ما يطبخ معاكي ويبقى مظبوط ويوصل لدرجة السوا المظبوطة على نار هادية. بعد كده بدأت ان انا اضيف اللي هو الجيلاتين والجيلي اللي انا كنت دوبتهم بالشكل ده. ولما ننزل بخليط الجيلاتين والجيلي هنحس ان الخليط بتاعنا بدأ ان هو يفك شوية ويبقى شبه سايل. هنفضل برضو نقلب تقريبا من بعد ما بنضيف الخليط بتاع الجيلي. هنقلب تقريبا حوالي تلت ساعة. تمام. الخليط كله علشان يستوي معانا هياخد معانا بالظبط ساعة ونص على نار هادية. بنقلب طبعا فيه باستمرار، يعني من وقت للتاني كده. ممكن تخلي حد في الولاد يساعدك في عملية التقليب، لان الملبن من الحاجات اللي بتاخد وقت طويل جدا على ما بتستوي. شايفين هنا كان القوام خلاص تقل معايا، وده طبعا شايفين بينزل من المعلقة معايا
بصعوبة. ففي الوقت دوت خلاص بيبقى فاضل معانا تقريبا حوالي ربع ساعة كده على ما بنوصل للقوام المظبوط. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك واعملي لي شير للفيديو، ولو ليكي اي سؤال سيبهولي وانا هرد عليكي. نزلت هنا بنص كوباية من الفول، وممكن تستبدليها باي نوع تاني من المكسرات، انما النهاردة عملته بالفول زي ما هو بيتباع بالظبط في السوق. بناخد الخليط بتاعنا بعد كده ما استوى واخد ساعة ونص على النار. شايفين القوام بتاعه بقى تقيل. ببدأ ان انا اصبه في القالب اللي انا كنت محضراه في الاول وكنت مبطناه بالزيت وورق الزبدة. بدهن معلقة كده بالزيت واساوي وش الخليط بتاعي كويس جدا، وبسيب الخليط بتاعي لمدة 3 او 4 ساعات. طبعا القوام بتاع الملبن الاحمر تقيل جدا عن القوام بتاع الملبن الاحمر الملبن الابيض. ده شكل الملبن بتاعنا بعد حوالي 4 ساعات وكان بارد تماما. طبعا شايفين قد ايه متماسك وجميل. دلوقتي هنبدأ نقطع الملبن. علشان نقطع الملبن لازم كل حاجة نستخدمها تبقى مدهونة بالزيت. عندي السكينة طبعا زي ما انتوا شايفينها عملتها بالزيت، وكمان المسطرة اللي انا هقطع بيها علشان تبقى كل القطع كلها متساوية وبرضو دهنتها بالزيت. المسطرة دي طبعا انا مخصصاها لشغل المطبخ، ما بستخدمهاش في اي حاجة، بس بتسهل عليا حاجات كتير جدا اني مثلا تطلع القطع كلها متساوية. بقطع كل كمية الملبن اللي عندي. شايفين قد ايه ان متماسك، يعني السكينة مش بتنزل فيه بسهولة. شايفين شكله قد ايه جميل وقمر، والمطة بتاعته تحفة وجميلة جدا. قطعت كده بالشكل بالطولي. شايفين قمر بجد قمر. بدأت دلوقتي اقطع كده مكعبات بشكل اللي هو العرض، واخدت قطع علشان اخد عليها المقاس ويبقى كل القطع اللي عندي مقاسها قد بعض. شايفين شكل الملبن النهائي قد ايه جميل بجد والله تحفة يا جماعة. حرفيا احلى بكتير من اللي بتشتريه من بره. طبعا اوفر بكتير جدا من اللي بتشتريه من بره. بنشتريه من بره بيبقى غالي جدا. لما بنشتريه في علبة حلاوة المولد يا دوب بيبقى قطعة واحدة. كلنا طبعا بنتخانق عليها. وما تنسيش تكتبي لي في التعليقات كنت بتتخانقي مع مين على قطعة الملبن القمر دي، اللي هي فعلا بطلة حلاوة المولد او بطلة علبة حلاوة المولد. هسيب لكم ان شاء الله مقادير الملبن مكتوبة بالكوب وبالجرام. لو من على اليوتيوب هتلاقوها في صندوق الوصف، ولو من على الفيس هتلاقيها بإذن الله في اول تعليق. ده الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى الفيديو بتاعي ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب والمتابعة للصفحة. والى اللقاء بفيديوهات تانية ان شاء الله.